خطا يتكرر سيناريو، وهذا مسلسل اللي عرفناه من التسعينات. انا نقول اليوم مشكل مش في مشكل هاليلوزيت، او مشكل في البطوله الوطنيه. يعني احنا عندنا بطوله وطنيه في واد ومنتخب في واد. عندنا 20 لاعبين جايبينهم من برا. عندنا دوري. انا نقول المنتخب اليوم هذه سيتون ايماج، يعني صوره. رانا نحاولوا كل يوم كل كارثه يعني نصلحوا الصوره. يعني لا فيترين. اصعب شيء انا نقول هو روح البطوله. يعني تشوف بطوله مثلا، وانا راني نتكلم في بلدي في تونس، يعني كانني في الجزائر. بطوله اللي يعني فيها تلاعب تاع المباريات، يعني كل سنه يعني نقول لك حوالي 50% تاع البطوله كلها تلاعبات. يعني وين اصحاب الشأن مبعدين، رؤساء الانديه اللي همهم هو الشيء الواحد هو التجاره. تكلمت لي تاع العنف تاع الملاعب اليوم. اذا ما كانتش يعني يعني اتحاديه قويه، مديريه فنيه قويه اللي هي اللي تفرض، مش رؤساء الانديه اللي يفرضوا. احنا عندنا رئيس نادي في الجزائر هو اللي يفرض ممكن على الاتحاديه. انا نقول في الوضعيه هذه احنا رانا في الجزائر نضربوا على شيء ما نملكوهش. احنا اي مدرب في الجزائر يقول لك اذا عنده مثلا 1% في المنتخب هذا، كل مكونين في فرنسا، كيف رانا نضربوا عليهم احنا؟ اليوم اللي يلعب المنتخب احنا في الجزائر البطوله ما تتوقفش. اذا واحد ما كان في المنتخب البطوله تمشي. منتخب اللي ما يمثلش دوري هذا مش منتخب. على ما يمثلش اللاعبين الجزائريين في المنتخب ينشطوا في اوروبا، لا لكن اللاعبين حد ما يشك في الوطنيه نتاعهم في انتمائهم للوطن الجزائري. لا مش انتماء، التكوين يا اخي. اليوم اللي تعمل مثلا يوفوار انترناسيونال واش تروح تقدم؟ لكن هذا نفس التكوين ولا نفس الطريقه ولا الاستراتيجيه اللي توخاتها الاتحاديه الجزائريه مكنت المنتخب انه يرجع للمونديال بعد سنوات عديده، انه يلعب الادوار الاولى في كاس افريقيا، انه يطمح النتائج ما كانش يطمح لها في مده سبقت. لا انا ماناش نتكلم على، ماناش نقول جزائري ومش جزائري. اللي لعبت في كاس العالم هو المنتخب الجزائري، ولكن التكوين يعني نقول لك يعني شو الفائده عندك بطوله وعندها اموال وعندها ناس وعندها سياسه وعندك منتخب برا؟ يعني اليوم كيف يتكون المنتخب الجزائري؟ يتكلم بالانترنت، يضرب لنا فيه لاعب في سوشو، لاعب في هنا، روح تفاوض معاه. يعني حسب رايك المنتخب هو صفوة اللاعبين، معناها أفضل اللاعبين المتواجدين سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر هم اللي يمثلوا المنتخب. شنو ذنب اللاعبين اللي يلعبوا في خارج الجزائر؟ معناها إذا كان فما لاعبين ممتازين خارج الجزائر من حقهم أن يمثلوا بلادهم. هذا المشكل. معناها ماش احنا في تونس لو كان عندنا 30 لاعب. الاستوار تاع لورون بلون، الاستوار يعني الصلب هو قال كيفاش احنا نكونوا للناس يلعبوا ضدنا ويربحونا. هذا هو يعني الافكار تاع لورون بلون هذاك. يعني معظم اللاعبين في الجزائر مش حنا مكوناهم. يعني كان نقول لك لكن سامح، الناخب وطني شو يقول لك اليوم؟ مش مساله وطني. شوف لحظه، كل لاعب له الحق انه يتقمص قميص المنتخب اليوم، وهو يحمل الجنسيه الجزائريه، هو مرحبا به، عنده يزيد الاضافه ولا لا؟ مش نتكلم عن هذا. يعني شو الفائده عندك بطوله وعندك لاعبين تعطيهم ملايين الاولويات اصلاح البطوله؟ اكيد. يعني منتخب هو جامعه الانديه. يعني مثلا اليونيفرسيتي انت عندك نيفو فابل، تروح تجيب البروفيسور من برا، لازم تصلح على مستوى المدارس. يعني في نفس الوقت الاعتماد على اللاعبين اللي ينشطوا، لكن في نفس الوقت ايوه ابدا ما تصلح امورك على مستوى التكوين في المستوى النوادي. هذه فكرتك محمود. في الجزائر كل يعني كارثه نبداو نجيبوا نقول لك اجنبي احسن. ونقول لك شيء مثلا احنا في الجزائر المدربين اللي راهم يدربوا في الانديه ما عندهمش المستوى. احنا اماكننا احنا، ونقولها اليوم وقلتها في الجزائر. بن شيخه انا صاحبي، ولكن هذا مكاني مش مكان بن شيخه يا اخي، وهذا قلتها له. انا لعبت مرتين كاس العالم، كيفاش هو لعب درجه 3 يروح يصبح في المنتخب؟ اي بلد في العالم صارت هذا الشيء، نقولوها بصراحه. هذا مكاني، مكان بن يحيى، مكان اللي ما نفهموش العالم يمشي هكذا. علاش حنا نمشيو هكذا؟ سي محمود، اللي ما نفهموش من كلامك، في وقت من الاوقات كنت اتخذت بعض المواقف
شديدة نوعا ما تجاه رابح سعدان والطاقم الفني انذاك اللي على راس المنتخب الجزائري. اليوم ما فهمتش من موقفك، انت ضد تعيين فايدا لوجيك، ضد البروفيل تاع فايدا لوجيك، ولا ضد الاستراتيجيه؟ اول ما تكلمت قلت المشكل مش في المنتخب، المشكل في الانديه ومشكل في البطولات. اليوم تم تعيين مدرب. نعم، اليوم تم تعيين مدرب او ناخب وطني. شوف هذا اذا كانت عندك شو الاولويات نتاعو هو كمدرب كفايد؟ ما عادش نحكيو على الاتحاديه الجزائريه، اليوم كفايد اللوزيك اللي صرح وقال انه صعيب برشا انه المنتخب الجزائري يترشح لكاس افريقيا 2012، قال من المستحيلات. هل هذا نقص طموح ام واقعيه من طرف؟ هو جاء في فتره يعني لصالحه، اوكي، يعني مهما كانت النتيجه هو بنشيخه الغلط، اوكي، هو يحضر ممكن كاس العالم 2014. انا جزائري اكثر منك، صح ولا لا؟ عندنا منتخب متوسط من اللاعبين اللي يلعبوا برا. شوف هذو معظم اللاعبين جاوا من درجه ثانيه، معظم اللاعبين اذا تشوف يعني ايفينمون كيما كاس العالم ينون با دو بروبوزيسيون، ولا النادي ما جابهم يعني بعد كاس العالم، وراهم تعرف اليوم راهم الاخرين في المجموعه. انا نقول عندنا منتخب متوسط. الجزائر اليوم في الرياضه اصبحت نقطه عبور للمدربين. تشوف بعض المدربين اللي في الانديه ديال الشارع، هل هذا المدرب تاع الشارع يكون لك لاعبين في كاس العالم؟ ابدا. علي لوزيك لاعب كبير وكان في نونت وكان يلعب، ولكن بالنسبه للاعبين الكبار لاعب متوسط. احنا محتاجين مدرب اليوم اللي يغير، مش اللي يمشي فريق من الناحيه الفنيه. اي لكن هذه سمعني، ما فما حتى منتخب بناريت يقول لك انا ما فما حتى منتخب ولا اتحاديه توقف